في الفيديو ده هناخد البيلز عند الابر موتور نيورون بالسي. في النورمال بيرسون بنلاقي ان هو بيستطيع ان هو يحرك الايبرو والجيف، سواء ان هو هيرفعهم فوق او ان هو هينزلهم تحت، بالاضافه ان هو كمان بيقدر يعمل ديفيشن للماوس، سواء ان هو هيعمل ديفيشن ناحيه الرايت او ان هو يعمل ديفيشن ناحيه الليفت. اما بقى في بعض الامراض زي الابر موتور نيورون بالسي، فالشخص ده اللور هارف اوف فيس بنلاقي ان هو متأثر وبيحصل ديفيشن في الماوس على حسب الليجن دي موجودة فين. بالإضافة لكده كمان إن البيلس بالسي أو نقدر نقول عليها اللور موتور نيورون بالسي، بنلاقي إن نص الجبهة بتاعت الإنسان ده متأثرة، فبتلاقي مثلا هتلاقي إن الجفن حصلت فيها توزس، يعني نزول للجفن، وكمان إن الآي برو هتلاقي إن هي نزلت وكمان ما قدرش الإنسان إن هو يرفعها فوق، بالإضافة إن حصل ديفيشن للماوس. وكمان في نص الجبهة المتأثرة دي بنلاقي إن حصل حاجة اسمها انهيدروزس، يعني نص الجبهة المتأثرة دي ما بتعرقش، ولكن النص التاني بتنزل مية وبتعرق بشكل طبيعي. وده كله هنعرفه من خلال الليجن دي بتكون فين وإزاي بتأثر عليها. في الشخص الطبيعي عشان يقدر يتحكم في الفيس بتاعه والتعبيرات بتاعته والحركات بتاعتها، فالشخص الطبيعي بيتحكم فيه من خلال البرين، طبعا في رايت هيمسفير وفي ليفت هيمسفير. فالأبر موتور نيورون اللي بيكون موجود في الهيمسفير بتنطلق أول إشارة منه من الرايت هيمسفير، والإشارة التانية اللي بتاجي من الليفت هيمسفير عشان هما الاتنين يتحدوا مع بعض عشان يروحوا للفيشيال نيوكلاس اللي بتكون موجودة في البون، وخصوصا الأبر فيشيال نيوكلاس. ومن هنا بيحصل الريلي، عشان بعد ما يحصل الريلي ينطلق اللور موتور نيورون اللي هيروح للأبر هالف أوف فيس عشان يغذي. عشان هنا بقى يستطيع الإنسان إن هو يحرك الحواجب أو إن هو ينزل أو يرفع الكيف أو إن هو يعمل الحركات اللي بتكون موجودة في المنطقة دي. بالإضافة لكده كمان إن الأبر موتور نيورون اللي موجودة في الرايت هيمسفير بتنطلق برضو منها البصوي الثاني اللي بيروح للفيشال نيوكلاس، ولكن المرة دي في اللور فيشال نيوكلاس عشان برضو في المنطقة دي يحصل ريلي، ولما يحصل ريلي يروح يغذي اللور هالف اوف فيس. وبكده نعرف إن الأبر هالف اوف فيس بتجيله الإشارة من منطقتين، من الرايت هيمسفير وكمان من الليفت هيمسفير. أما بقى اللور هارف فجات له من جهة واحدة بس، جات له من الجهة المعاكسة وجات له من الرايت هيمسفير. أما بقى لو تخيلنا كده وإن الإنسان ده حصل فيه ليجن، والليجن ده كان فين بالظبط؟ كان أثر على الرايت هيمسفير، فكده أثر على الأبر موتور نيورون اللي موجودة في الرايت هيمسفير، ولكن اللي موجودة في الليفت هيمسفير بتشتغل بشكل طبيعي وبعدت الإشارة بتاعتها، عشان بعدين الإشارة دي تروح للور موتور نيورون اللي بيكون موجود في الأبر عشان يغذي الأبر هالف أوف فيس. فهنلاقي إن الأبر هاف أوف فيس بيتحرك بشكل طبيعي، لكن اللور هاف أوف فيس فقد الوظيفة بتاعته. فالإنسان ده بنسميه اللي هو الأبر موتور نيورون بالسي. بنلاقي إن الماوس عمل ديفيشن ناحية فين بالظبط؟ ناحية الرايت. طب هو ليه عمل ديفيشن ناحية الرايت؟ لأن ناحية الرايت المصل بتاعها شغالة بشكل طبيعي، وزي ما اتفقنا إن ناحية الليفت مش شغالة، وخصوصا الجزء اللور، فالمصل بتاعها مش شغالة، فالمصل القوية بتسحب الماوس ناحيتها، فعشان كده حصل ديفيشن ناحية الرايت. وعشان أسهلها عليكم في الأبر موتور نيورون بالسي بيحصل ديفيشن ناحية الليجن، يبقى بيحصل ديفيشن للماوس ناحية الليجن. أما بقى لو تخيلنا إن الليجن دي حصلت في اللور موتور نيورون، فكده الإنسان هيلاقي إن كل من الأبر هالف وكمان اللور هالف الاتنين مش شغالين والاتنين متأثرين، فهو ولا عارف يشغل اللي فوق ولا عارف يشغل اللي تحت. في اللحظة دي بنسمي الإنسان ده هو البيلس بالسي أو اللور موتور نيورون بالسي. فالشخص ده هنلاقي إن الجزء اللي متأثر وهو الجزء الليفت، هنلاقي إن الشخص ده عنده توزس، يعني الجفن بتاعه نازل. بالإضافة لكده كمان إن هو عنده مايوزس، هنلاقي إن البيوبل بتاعته حصل فيها كونستريكشن، فبنسميها كونستريكشن بيوبل.
اما بقى هنلاقي ان اضافه كمان للشخص ده عنده انهيدروزيس. وعشان تفهموا يعني ايه انهيدروزيس، يعني الجبهه المتاثره دي ما بيحصلش فيها عرق، ولكن الجبهه التانية الطبيعيه والشغاله بشكل طبيعي بنلاقي ان العرق بينزل منها بشكل طبيعي. وده هو عباره عن البيلس بالسي وكمان الابر موتور نيورون بالسي.